ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جامد، اسمع وهتستفاد. عارف لما تبقى فاهم انت عايز تعمل ايه بس مش عارف تبدا ازاي؟ فتلاقي واحد بقى جاي لك على السوشيال ميديا كتير دول ويقوم قايل لك بص، انا معايا حبايه النجاح ومش معايا حبايه كامله، انا مش معايا حبايه واحده، انا معايا الشريط كله. عايز تشترك، عايز تنجح وعايز تبقى معاك 20 مليون جنيه، رابط في الدي ام، خش اكتب لي كلمه كذا هيجي لك الرابط، خش اشترك. الكورس كله ب $500. حصلت لك كتير تبقى بص الفيديو، بص ما فيهوش ولا غلطه ومحمسك وعايزك تشتغل من النار وخلاص وتكتب له مش عارف ايه، وتخش على المنصه تلاقي كورس ب $100 ب $500 ان شاء الله ب $10. طيب انت لو معاك حتى المقدره الماليه لده، فانت في حد بقى غني، بس هقول لك هو مش انت، هو ده، هو الشخص اللي باع لك الكورس. يا عم انت ازاي؟ ده هو وعدني ان انا هبقى غني في شهر، هبقى بحقق في الشهر اضعاف اللي انا جبته في الكورس، اللي انا دفعته في الكورس ده. طيب تعال نحسبها مع بعض بالراحه وبالعقل. دلوقتي ده لو جالك وقال لك انا معايا مثلا ملايين، هو يا معلم هو لو معاه ملايين ومعاه فعلا مليارات زي ما بيقول ومعاه عربيات وفلوس وكده، انت عمرك شفت حد غني؟ ايلون ماسك، نجيب ساويرس، محمد ابو النجا، الشاركس دول، بره طبعا في كتير، جيف بيزوس، ناس كتير. عمرك شفت حد منهم بيقول لك انا هديك كورس؟ ده اولى. طب ما هو اولى، ما هي لو بالغنى فهو ده اولى ان هو يديك كورس. ده هو اي اسم من دول معاه ملايين اضعاف الشخص اللي بيكلمك. بس الفكره في ايه؟ الفكره هو التاني باعلك حاجه، باعلك، هو بيحقق ثروته كلها دي من وراك انت. طيب خلينا نركن كل ده على جنب، احكي لك قصه كده خفيفه عشان تفهم فيها برضو قصدي والايه، تبقى واصله لك قوي. في حاجه اسمها البلاسيبو. البلاسيبو دي حبايه معموله من النشا، عباره عن نشا بس. المدمن لما بيحب يرجع يعني يتعافى من الادمان، فهو بيبقى متحمس اول يومين، الاعراض بتظهر اول يومين، بقى بعد اول يومين جسمه كله بيتكهرب، بقى مش قادر، جسمه كله تعبان، عصبي، بص دماغه بتتجنن، بيبقى عايز خلاص، عايز المخدر حالا، مفيش، فهو بيبقى عايز المخدر حالا، لازم المخدر حالا ده. طيب هم عشان يتجنبوا الحوار ده كله بيعملوا ايه؟ بيديله البلاسيبو دي حبايه المخدر، يا عم خلاص خدها وبتاع. هو اول ما بياخدها بيحس ان هي المخدر، بتعمل له نفس الاعراض المخدر بالظبط، دماغ عاليه، هادي، ريلاكس، اعراض الانسحاب اختفت تماما. انا بقول لك دي حبايه نشا مش دواء، حتى حبايه نشا بس. طب ازاي؟ هو زرع له في دماغه ان دي هي الحبايه بتاعت المخدر اللي انت كنت بتاخده، هي دي بالظبط المخدر اللي انت كنت بتاخده. وهو دماغه استوعبها خلاص، هو دماغه استوعبها وخدها، خف، انا مش حاسس بحاجه، انا واخد المخدر ومبسوط جدا. بس في الحقيقه جسمه ما دخلوش الا نشا. طيب اركن برضو المثال ده على جنب وهرجع له بعدين. زي ما قلت لك هو في كورسات الغنى ان هو بيقول لك هتبقى غني وهتبقى جامد وهتبقى مفيش منك، هو بيقول لك كده، بيبيع لك الوهم، بيديك البلاسيبو من الاخر. حلو، يبقى هو ما بيبيعلكش الكورس، ما بيبيعلكش ان انت الحاجه بجد، هو بيبيع لك البلاسيبو، بيبيع لك الوهم ان انت تبقى غني. انت بتيجي يا معلم وتقوم شاريه، لو انت عندك طبعا القدره الماليه ليه، او تجيبه مكرك، لان في حاجات من كده كتير نازله على التليجرام، وتاخده وتقعد تتعب ومش عارف ايه وبتاع. انت عبت اصلا، لان هو معظمنا بياخد الحاجه عشان يريح ضميره بس، يبقى انا معايا الحته دي. حلو، انت يا عم رحت خدته مش عارف ايه وقعدت تحاول فيه واصلا ما فهمتش منه حاجه وقمت رميه. ده انا بقول لك ان فتحته. طيب انت حطيت على نفسك او حطيت نفسك تحت ضغط حتتين. لو انت اشتريت الكورس فهو انت حطيت نفسك تحت ضغط ان انت فلوسك خلصت، يعني التحويشه فعلا حرفيا. يعني انا واحد شاب مثلا
محوش انا مثلا 100 دولار دي بالعافيه او ال 50 دولار دي بالعافيه، انت طبعا بعتها له واديتها له بسهوله قوي، خلاص انت ضغطت على نفسك. انت تحويشه الفتره بتاعتك دي انت اديتها له، تحويشه اللي هي السنه او السنتين في شبابك دول انت اديتها له ببساطه عشان تبقى غني، على امل انت تبقى غني، عندك حق، بس انت ضيعتها خلاص. وده حتى تحت ستريس اصلا ان انت عايز تجيب الفلوس دي ومش عارف. تاني حاجه، انت اتحطيت تحت ضغط ان انت معاك الماتيريال ده وما فتحتوش. والله ان انا او ان انت فتحت الماتيريال ده وما بقتش غني. يا جدعان انا خدت كورس فلان وخدت كورس فلان وخدت كورس علان، انا مش غني ليه؟ انا ليه مش زيه؟ ببساطه عشان انت نجاحه، قصه نجاحه مش شرط ليك، مش شرط الحاجات اللي هو قالها تبقى فعلا هي مفيده ليك. الجملة دي كويسة قوي، وانا عايز احطها في الفيديو، بس انا كنت قفلت الفيديو. حلو. في الاخر الفلوس جت او ما جتش فده رزق من عند ربنا. انت عليك السعي وبس، مش عليك ان انت تفكر في الفلوس، مش عليك ان انت تدور على النتيجة، انت عليك ان انت تسعى وربنا هو اللي يكرمك. انت مش ملزم بنتيجة، انت ملزم بالسعي. واتمنى في الاخر ان الفيديو يكون عجبك وما تسمعش كلام حد بيبيع لك الوهم، او بمعنى تاني ما تسمعش كلام حد بيبيع لك البلاتينيوم. اتمنى الفيديو يكون فادك اكتر من انه عجبك، ومستني رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك طبعا. سلام.